احكي لكم حكايه. صلوا على رسول الله. كان في واحد اعزكم الله محتال نصاب يعني، حشى وملأ فم حماره اعزكم الله جنيهات وقطع من الذهب رغما عنف. فتح فم الحمار وحشاه وذهب به الى السوق. نهق الحمار، تساقطت قطع الذهب منين؟ من فمه. الناس اجتمعت فيه، الدنيا مليانه عجائب. قال لا، ده حمار عجيب ينهق من هنا الذهب يتنثر منه. طبعا الناس دخلوا في في مزاد على طول فورا. الذهب ده يذهب بعقول الناس. اقول لك شيء، انت لما قلت لك قبل كده، لما تمشي في السوق وزوجتك ماشيه مستكينه فجاه تختفي منك، تجيتها فين؟ اول ما تلاقي الاصفر ده. لما سمي الذهب ذهبا؟ لانه ذهب بعقول الناس. ذهب، اللغه العربيه لغه عجيبه. ذهب خلاص سبحان الله. المهم اشتراه كبير التجار بسعر عالي. روح البيت الحمار ينهق. ما هو ذهب لغه سبحان الله العظيم. المهم فالرجل لما وقع تحت طائلة النصب والاحتيال التاجر، راح جمع التجار. الرجل ده نصب عليه، باع لي حمار عزهم الله، بيقول ان لما بينهق بيتقاطر منه، تقع منه قطع من الذهب. وطلع الكلام ده نصب واحتيال. راحوا على بيته. البيت ما هو عارف ان في حد جاي، فر من البيت. فزوجته اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. اين زوجك؟ ثواني، اتفضلوا استريحوا وانا ارسل الكلب يحضره. يا سلام، الكلب متعلم الدرجات دي، نروح يجيب. انطلق الكلب لا يلوي على شيء. بعد شويه جه النصاب المحتال معاه كلب يشبهه. الكلب الثاني فك، كان محبوس وما صدق فك. فهم اول سابوا مشكله الحمار عايزين يشتروا الكلب. على الله، يا سلام على الكلب ده، نشتريه بكم؟ ورفعوا اعلى السعر. المهم الرجل خده، اطلقه، ذهب الكلب ولم يعد. قال لا، ده راجل ده الصدع حكيد، احنا نروح له كلنا. راحوا، فقالت لهم انتظروا حتى ياتي. جه، انت راجل انتظر، هل قدمت لهم شيئا لهؤلاء الاكارم الاكابر علية القوم؟ واحنا العربي يحب النفخ، اول ما تنفقه يقول لك انا رئيس مجلس الوزراء. قالت لا والله. فقام الرجل معه سكين نصلها يدخل في غمدها، يعني لما تعملوا زي بتوع الحاوي، لما النص يروح داخل غطى عليه يدخل جوه، شغل حواه. فطعنها قدامهم عشان بخيله. النص دخل في هي حاطه كيس فيه صبغه حمراء، سال الدم، عملت روحها ميته. قال يا رجل اتق الله. قال لا 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 لا، انا قتلتها كذا مره قبل كده، استنى بس. طلع مزمار من فمه وقعد يزمر لها، راحت صحيت، عملت لهم القهوه. فلا، ساووا الموضوع، اشتروا المزمار. خلي بالك انت من كده. تسمعوا بقية الحكايه المره الجايه ان شاء الله. احتال عليكم واحكيها لكم. المهم يعني، فالمهم اشتروا المزمار. رجع الراجل اللي معها المزمار، طعن زوجته، يزمر لها. ايوه الله يفتح عليك، احنا ما بنبيعش مزامير هنا يعني في المسجد، الله يرضى عليك، لا نبيع المزامير. المهم انشغلوا طعن. خبر ابيض، كل واحد سبحان الله قال والله يا اخي طعنت زوجتي، جيت ازمر لها بالمزمار لم تستيقظ. طب وبعدين؟ قالوا اديني بس انت اعطيني المزمار. راح ده طعن زوجته وده طعن زوجته. الله. فتخلص، ودي كانت وسيله من المهم تخلصوا. بعد ما تخلصوا خلي بالك، قالوا لا، الراجل ده يعني ضحك علينا كلنا وعلى المدينه كلها. راحوا حاطينه اعزكم الله في شوال، كيس كبير، قالوا احنا نرميه في البحر. فضلوا شايلينه، هو ضخم الجثه، تعبوا، حطوه في الكيس استغرق في النوم، كبس عليه، ناموا. الراجل يستنجد مره راعي غنم، ليه واحد جوا كيس. الله، في قالوا فكوني بسرعه. فك قالوا الناس دول عايزين يزوجوني بنت اكبر تجار المدينه،
وانا احب بنت عمي وانا ماليش دعوه في المال، ده عندها ملايين والاف وانا ماليش دعوه. قالوا لا لا، فك امشي انت. وراح داخل هو في الكيس عشان ايه؟ يتزوج بنت. الطمع بعد عن الطمع، والله لا اله الا الله. المهم سبحان الله، صحيوا الجماعه مسكين الراعي الغنم المسكين ورميوه في الايه؟ في البحر. هو اخذ القطيع الغنم ورجع على البيت. رجعوا المدينه اليوم قالوا انت ايه اللي جابك؟ قال انتوا لما رميتوني في البحر، خلي بالك انت، طلعت حوريه من البحر، قالت خد الدنانير الذهب دي اشتري بيها اللي يعجبك. اشتريت بيها. قالت بس خلي بالك، لو اصحابك دول رموك جوه شويه في الرميه كانت تطلع اختي الكبيره، الحوريه الكبيره دي اغنى، كانت تعطيك اموال اكتر. المهم كلهم سبحوا عشان ايه؟ يقابلوا الحوريه الكبيره. وغرقوا جميعا وتملك الرجل المدينه كلها. مين المحتال ده؟ الكيان الصهيوني. ومين زوجته؟ الولايات المتحده. ومين اهل المدينه؟ العالم العربي. هل وصلت القصه؟